اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناه حنان لوكس. مرحبا والف مرحبا. انا ان شاء الله جيت نشارك معكم حلوه الصابلي بطريقه جد سهله ومقادير جد بساط. بقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو ونكتشفوا المقادير والطريقه ديال هاد الحلوه الصابلي. اول حاجه غنبدا بها هي واحد جوج بيضات، وحده كامله وحده فقط صفار البيضه. هنا عندي واحد 250 غرام ديال الزبده مارغرين نوعيه جيده، كنخرجها قبل من الثلاجه باش تجينا ساهله في الخدمه. عندي واحد الكيس ديال 7 غرام ديال الفاني، عندي كاس ديال نص كاس عفوا ديال الزيت، وعندي كاس ديال السكر كلاصي. هنا غادا نبدا بالطرف الكهربائي، غنجانس هاد المكونات اللي وضعت في الاول. هنا تدريجيا البنات غادا ندير الزيت، يعني ماشي دفعه واحده، غادي بشويه بشويه، وانا كنخدم الباطور حتى غنسالي هذاك نص كاس ديال الزبده. يعني ما نديروهاش دفعه واحده، يعني الطريقه اللي كندير انايا باش تصدق معكم هاد الحلوه. هنا من بعد ما كملت انايا الزيت مع المكونات اللي وضعت في الاول، ثاني غندير نفس الطريقه بالسكر كلاص. السكر كلاص هي ما غنديرش دفعه واحده، غير بشويه بشويه. راكم عارفين الضرب الكهربائي ما غاداش يخلينا نديروها كامله في دقه، راكم كتشوفوا في الفيديو. يعني غير تدريجيا حتى غنديروا المكونات كاملين نجنسوهم. هنا البنات عندي نص كاس ديال المايزينا، حتى هي غنديرها تدريجيا. مايزينا البنات هي اللي غتعطينا ديك الهشاشه ديال الحلوه ديال الصابلي، يعني ضروري ما كنديرها في حلوه الصابلي باش كتجينا ديك الهشه في العجينه. صافي غنبقى ثاني تدريجيا حتى غنجانس المكونات كاملين. صافي هنا غادي ندير واحد القريصه ديال الملحه. بالنسبه لبنات الفرص يعني تدريجيا دابا غنخدموا يدينا تدريجيا، حنا كنجمعوا هاد العجينه. انا غادا معكم دقه دقه باش تنجح معكم هاد الحلوه هادي. هنا عندي الخميره فيها هنا 16 غرام، انا غنهز معلقه صغيره فقط، يعني غنكمل معلقه صغيره فقط. صافي وغادا نبدا نخلط بيديا. غنبقى بشويه بشويه حتى غنحسوا بالعجينه. صافي ما تصلحش تزدلك هذه، راكم عارفين حلوه الصابلي غير كنجمعوا باطراف الاصابع ديالنا، يعني بتدريجيا كنديروا فرص، ما كنديروش دفعه واحده. صافي حتى كندخل هذاك الفرص مع المكونات اللي كاينين. البنات راه صدقوني راه دغيا دغيا كتوجد وما فيهاش المقادير بزاف، وكتعطي واحد الكميه اللي هي زوينه. هنا من بعد البنات ما جمعت العجينه اللي عندي، قسمت على 3. غادا نجيب ورق الطبخ اولا بلاستيك غذائي اللي غادا ديروه ديال المطبخ. انا درت غير كندير دائما كندير غير ورق ديال الطبخ باش كيجيني ساهل. صافي هنا راه اصلا راه فيها الزبده راه رطبه، ماشي شي حاجه اللي هي قاصحه. غنضربها بمدلك بحال هكا، غادا نسرحها. الطريقه راه واضحه وسهله، غير هي ملي غادا نجيو نديروها بمدلك يعني غنساويوها يعني في الدلكه ديالها باش غتجينا متساويه. انا السمك ديالها البنات ما بغيتوش يكون رقيق بزاف، بغيتو بحال ديال الباتيسري كيجيو زوينين. غادا نزيد غير مره واحده صافي باش غادا نقاد لها الفورمه. صافي وغادا نجي هنايا نقادها. هنا عندي انايا هاد مرش ملي كيكون مسنن، يعني انا عندي درتها مويه ما درتهاش صغيره، درتها مويه غير في فيديو كتبان لكم راها صغيره. صافي غادا نجي نبسطها بحال هكا. وهنا البنات غيكون الفران شاعل على 180 درجه لتحت والفوق، ما غاديش نطيبو لتحت بوحدو والفوق بوحدو، يعني غندخلها في الوسط ديال الفرن. هذا هو السمك ديالها البنات، حيت ما قويناش فيها الخميره غتبقى تقريبا نفس العبار. غادا نجي للثانيه ثاني غندير نفس الطريقه. راه حلوه الزبده معروفه، يعني ما كتاخذش منكم شي مجهود وطريقتها جيت سهله. هنا صافي من بعد ما كملت غادا ندير نفس الطريقه الاخرى، غادا نعاودها ناخذ غير نفس نقادها في الفورمه ديالها كامله. صافي وغادا نبدا نديرها تاني بهذا المرشم هذا المسنن.
نتوما كان عندكم داك المرشه ملي وحده يعني وحده فارغه وحده من الوسط فارغه وحده لا كيكون احسن. انا كتواجد عندي فارغه الوسط يعني فيها التقيبه الوسطانيه كتكون عندي صغيره، انا ما عنديش الكبيره، غادا ندير واحد الطريقه اخرى باش غادا نتقب هاد الحلوه الوسط. انا صافي كنصفي حاد الفرن يعني جاهزه مقاده. هنا البنات انا عندي هاد المريشمات هادو، يعني نحاول نشكل انايا العجينه ديالي الحلوه ديالي غادا نديرها اي حاجه غندير لها مرشم ديالها بحال هكا، يعني غادا نخالفهم صافي. انا غادا نرشمهم بهاد المرشمات هادو. نتوما لكم الاختيار، الا كان عندكم داك المرشم اللي وحده كتكون متقوبه وحده لا يكون افضل. انا عندي هذه ما عنديش انايا ما عنديش كبيره، عندي غير صغار، فضلت ندير لهم هاد المريشمات بحال هكا باش نحلهم في الوسط. صافي غنبقى مستمره على هاد العمليه، يعني الطاوه غنديرها صف يعني فيه مرشمات والصف غنخليه عادي يعني كما شايفين في الفيديو واضح. يعني عندي الصف هكا والصف هكا، غنسالي مكونات الحلوه اللي عندي كامله كيف كتلاحظوا في الصوره، يعني غنخالفهم وانتم كيبقى لكم مرشب على حسب اللي بغيتو. انا هادشي كيتواجد عندي انا خدمت به، نتوما جاو زوينين صراحه على في المنظر ديالهم، الشكل ديالهم حتى هو زوين يعني كيجي شويه مغاير. هنا الفران البنات راه 180 درجه لتحت والفوق، كنهضركم على الفران ديال الضو. صافي هنا غادا نجي كي غندير الاولى درت الثانيه. هنا صافي من بعد ما خرجتهم البنات من الفران غبرتهم بالوجه ديالهم، مشى لي داك المقطع البنات من صحابي كنصور ما تصورش ليا، يعني غبرتهم بالسكر كلاصي. صافي غنجيب كونفيتور ديال المشماش، ما غنزيد عليه حتى شي مكون، فقط كونفيتور مشماش وغادا نلصقهم بحال هكا حتى غنسالي الكميه اللي عندي كامله. بنات راه كيجيو رائعين المذاق ما نقول لكمش يا سلام. هنا بالنسبه للمرشم انايا فضلت ندير ديال القلوبه اللي عجبوني بزاف، اللي كيعطيو واحد المنظر هو زوين. هما كلهم مراشم يعني كيكونوا مزيونين كيساعدونا على التشكيله ديال الحلوه ديالنا. هنا كيبقى لكم اختيار، انا درت سكر كلاص، تقدروا ديروا تغبروه بالكاوكاو، ديروا كاع لي كونفيتور، ديروا كونكاسي، ديروا اللوز، المهم كيبقى لكم اختياري. انا فضلت ندير بسكر كلاص يعني خليتها طبيعيه ما زدت عليها حتى شي مكون اخر. صافي هنا غادا نبقى حتى غنسالي الكميه اللي عندي. بنات راه خرجت لي كميه زوينه. انا بنات ما بقى لي غير نودعكم. قبل ما نودعكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك وشي كومونتير زوين بحالكم، ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، ومرحبا بالناس القدام نتاع ما بقى لي غير نودعكم ونخليكم مع الفيديو حتى الاخر. وشكرا لكم على الكومونتيرات الزوينين، وبسلامه. الفيديو خرج على القناه ولقاكم في احسن حال يا رب. يلا باي باي عليكم.